النهارده هنعمل مع بعض مخلل الخيار بطعم لذيذ ومقرمش زي بتاع المحلات بالظبط، ويمكن احسن كمان بخطوات سهله وبسيطه وكل مكوناته عندك في البيت. وكمان هقولك اسرار المحلول الملح اللي يخلي معاكي الخيار مقرمش مش طري وطعمه خطير. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو ليكي طريقه مختلفه يا ريت تقولي لي في الكومنتات. نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدا ونسمي الله. وهاتي بقى كميه الخيار اللي انت محتاجاها، وهاتي شويه فلفل سبايسي او بارد حسب ما بتحبي. انا هنا وانا بشتري الخيار حاولت اللي انا اشتريه اللي هو البلدي، بيبقى حلو قوي في التمليح. وما حبيتش ولا حجم الخياريه كبيره قوي ولا صغيره قوي، انا حبيت الخياريه تكون الحجم بتاعها في الوسط. هبدا بقى بالسكينه كده اشيل الحته اللي فوق والحته اللي تحت دي، وغسلته كويس قوي. خلص بقى كل الكميه بتاعتي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كمان الفلفل هشيل الحته الخضراء اللي فوق ديت، وهقسم الفلفل بالنص. لو انت حابه الفلفل زي ما هو سيبيه، الشكل اللي يريحك اشتغلي بيه. هجيب بقى البرطمان بتاعي، اهم حاجه يكون نضيف ومتعقم كويس قوي. هبدا ان انا ارص الخيار بتاعي، وكمان هنزل كميه الفلفل اللي انا محتاجاها. حاولي ترصي ما بين كل واحده خيار الفلفل. هجيب كمان راس توم انا مقشراها برضو في صوص او لو عندك مفروم. عايزه الخيار بتاعك ينجح ركزي في الخطوه دي كويس قوي. اهم حاجه تكون الميه اللي انت هتستخدميها تعملي فيها المحلول تكون مغليه علشان تكون متعقمه. انا هنا هستخدم لكل كوبايه ميه معلقه كبيره هرميه ملح. كمان عشان يبقى الخيار معاكي مقرمش هستخدم معلقه كبيره سكر. السكر ايه وظيفته؟ بيخلي الخيار معاكي مقرمش لاخر خياريه معاكي. هقلبهم بقى كويس قوي واتاكد ان الملح بتاعي داب والسكر كمان داب. هنزل بربع كوبايه خل، مش هكتر الخل عشان الخل بيخلي الخيار معاكي يتهري. هقلبهم بقى كويس قوي، ولازم اتاكد ان الميه بتاعتي بردت، ما ينفعش احطها وهي سخنه على الخيار. انا الكميه بتاعتي ما كفتش، هعمل كمان مره وبرضه اتاكد ان الميه بتاعتي بردت. واحاول بقى ان انا اغطي كل كميه الخيار بالمحلول بتاعي واقفله كويس قوي. يومين بالظبط وهتاكلي احلى خيار. ممكن كمان تضيفي لو عندك كزبره ناشفه ممكن تضيفي حبه، بس انا ما كانش عندي فما ضفتش. وممكن كمان تضيفي فلفل احمر لو عندك. اسهل طريقه للخيار الطريقه اللي انا بقولك عليها ديت، طريقه سهله وحلوه قوي وهتخلي معاكي الخيار طعمه تحفه ومقرمش. يومين بالظبط وهتاكلي احلى مخلل خيار مقرمش وطعمه خطير. لو ليكي اي تركايه في مخلل الخيار مختلفه اكتبي لي في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات. وربنا يحسن ما بين ايديكم.